السلام عليكم. المنتخب الأفضل خسر وودع البطولة. المنتخب الأردني إلى نصف النهائي من كأس العرب بعد الفوز على المنتخب العراقي بهدف نظيف من ضربة جزاء، وملاقاة المنتخب السعودي في نصف النهائي حارق بقيادة ابن الوطن المغربي جمال السلامي. مبروك للأردن ومنتخب الأردن، وهارد لك للمنتخب العراقي وللجمهور العراقي. المنتخب العراقي كان الطرف الافضل في المباراه من حيث الاستحواذ، من حيث الفرص السانحه للتسجيل. المنتخب الذي لم يتنبأ له احد بالوصول الى ربع النهائي او نصف النهائي او التألق امام الاردن. الهدف اتى عن طريق ضربه جزاء، لكن العراق رغم الغيابات رغم الظروف قدمت مباراة كبيرة، قدمت مباراة جميلة، وخاصة في الشوط الثاني، والكثير من الفرص التي كانت سانحة للتسجيل، إلا أن لاعب العراق كانوا متسرعين جدا أمام المرمى. ثم تألق حارس الأردن يزيد أبو ليلى الذي تألق اليوم ونال رجل المباراة بكل استحقاق. ثم إصابة اللاعب يزين نعيمات، نتمنى له الشفاء العاجل، قيل أن اللاعب ذهب برباط صليبي، نتمنى له السلامة والشفاء وعودة سريعة للملاعب والمشاركة مع الأردن في كأس العالم إن شاء الله. العراق اكتسبت الكثير في هذه البطولة، اكتسبت الكثير من التجارب في هذه البطولة، وخاصة أن العراق مقبل على ملحق نهائي، ملحق عالمي لكأس العالم. العراق استفاد كثيرا واكتشف الكثير من اللاعبين والكثير من المواهب في هذه البطولة، وعودة الثقة للاعبين الآخرين. العراق في هذه البطولة اكتشف كرار نبيل، لاعب مبدع في وسط الميدان وصغير السن، وكذلك أكرم هاشم، وعودة الثقة لأحمد يحيى والكثير من اللاعبين الآخرين. البطولة إيجابية جدا للمنتخب العراقي، ويبقى الأهم من هذه البطولة هو التحضير، كما قلت هو التحضير للملحق العالمي لبلوغ الهدف والمبتغى، وهو التأهل لكأس العالم إن شاء الله. العراق كانوا يستحقون التعادل، كانوا يستحقون الفوز أيضا، كما استحقت الأردن أيضا بلوغ نصف النهائي. العراق هو سيد البطولة ب4 ألقاب، فيما الأردن بدون ولا لقب تأهلت لثالث مرة إلى نصف النهائي. المشاركة أكبر منتخب شارك في كأس العرب هو المنتخب الأردني، لكن يصل لنصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه فقط، وكانت آخر مشاركة سنة 2002 للمنتخب الأردني. وهذه المشاركة هي المشاركة هي الوصول إلى المرة الثالثة إلى نصف النهائي بقيادة مغربية، بقيادة جمال السلامي، كما قادهم عموته إلى نهائي كأس آسيا، وهذه المرة يقودهم مدرب آخر إلى نصف النهائي من كأس العرب. نتمنى أن تنال الطاقة المغربية والإدارة المغربية التقدير الذي تستحقه مع منتخب الأردن. سلام.